والصلاه والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم كيكه المقلاه بيضه واحده وبنص كاس ديال الماء. غادي نحضروا واحد الكيك يومي اللي جد اقتصادي، مقاديره قليله واكيد متوفرين ان شاء الله في كل بيت، كيجي ناجح. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. اكيد ما غاديش نحتاجوا فيه لا حليب ولا ياغورت، فقط بنص كاس ديال الماء وبيضه وحده. غادي نحضروا كيك يومي اللي كيجي غزال بزاف. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. وكيف ديما الا عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناه باش دائما يوصلكم الجديد. غادي نبداو على بركه الله. نعطيكم المقادير وحنا خدامين في طريقه التحضير. نبداو على بركه الله. غادي نكسر بيضه واحده، ومن الاحسن تكون عندنا البيضه بحجم كبير او متوسط، لانه غنستعملوا فقط بيضه واحده. فيها رشه ديال الملح، نصف ملعقه صغيره من مبشور الليمون الحامض، ممكن تستعملوا قشر البرتقال، وغادي نضيف نكهه الفانيلا. انا كيعجبني هذا المزيج ديال الفاني مع الحامض، كيجي غزال بزاف. غادي نحتاج معهم اكيد كاس الا ربع من قياس العنبه دائما من السكر حبيبات، ما يعادل واحد 110 غرام. وهذه هي المرحله اللي تنبغيو فيها التطريب. غادي نطرب غير بطراب يدوي مزيان مزيان حتى كيذوب عندي داك السكر سنيده ويولي اللون تاعو مائل للبياض، ونرجعوا نتلاقاو باش ما نطولش عليكم. غادي نضيف هنا نص كاس ديال العنبه دائما ديال زيت المائده، ممكن اي كاس تعبروا به السوائل، تعبروا به الدقيق. المهم انا استعملت هنايا الكاس ديال العنبه اللي متوفر عند كلشي، ما يعادل بالملي واحد 75 ملي. وغادي نطرب الزيت مع ديك المكونات هي البيض والسكر. دابا غادي نضيف الماء، نص كاس ديال الماء ديال الروبيني، كنا بحراره المطبخ، نص كاس ما يعادل بالملي واحد 75 ملي. نحتاج تطريبه خفيفه. غادي نحتاج هنايا ان شاء الله جوج ديال الكيسان ديال الدقيق. غادي نضيف الكاس الاول دفعه الاولى، وضروري يكون عندنا الدقيق ديالنا خاص بالحلويات يكون مغربل اكثر من مره من الاحسن، خاصه الاخوات اللي عندهم مشاكل في تحضير الكيك. صافي. وهنايا العكس تماما ديال المرحله ديال البيض والسكر، كنطربوا غير القياس، غير كينسجم عندنا الدقيق مع السوائل وكنقص. صافي. غادي نضيف الكاس الثاني، كيس تاع البيكين باودر 8 غرام، ضروري تنغربلوه حتى هو. تلاحظوا القوام تيولي ثقيل على هذا الشكل. ما بقى لي الا نضيف عصير ديال الليمون الحامض اللي استعملت المبشور، نفس الحامضه اللي استعملت المبشور ديالها باش نسمت الكيك ديالي. صافي. ها هو الكيك ديالي منسجم دابا، مابقاوش فيه كتل تاع الدقيق كما كتلاحظوا. غادي نضيف معلقه، غادي نضيف انا هنايا جوج لانه بان لي الخليط راه كثير ثقيل، عفوا ثقيل بزاف. غادي نضيف جوج معالق من عصير الليمون الحامض، ممكن تستعملوا الخل. هذا المعلقه الثانيه، ونشوف الا خصني غادي نزيد. صافي. هذا هو القوام المطلوب. غادي نوريكم كي كنكتبوا به اي حاجه كتبقى خط كيكون هكذايا ثابت فوق السطح د العجينه مده طويله، يعني اي حاجه كتبنا به كما كتلاحظوا كتبقى مرسومه على الوجه نتاع العجين. واحد القطعه ديال الزبده، وغادي ندهن المقلاة ديالي مزيان غير في القاعده، وغناخذ هذا الورق بابي سيربريزي نديرو في القاعده باش نحميها ما تحرقش وما تلتصقش في المقلاة. صافي. دابا بعد ما وجدت عندي المقله، ومن الاحسن انكم توجدوها قبل ما توجدوا الخليط نتاع الكيك. صافي. تحريكه خفيفه، ونفرغ الخليط تاع الكيك ديالي على هذا الشكل. كيف العاده كنعلي اليد ديالي قدر المستطاع وكنفرغ الخليط نتاع الكيك على هذا الشكل. الخليط كما كتلاحظوا كيكون ثقيل، خصنا نقادوه هكذايا بالسباتولا باش يجينا الكيك ديالنا سمك واحد. ناخذ اي غطايه ديال شي طنجره ونغطي بها المقله، نحطوها فوق النار. وهذه هي الشعله ديالي، اقل حاجه حتى كتقرب تطفى. الا نقصتها اكثر من هكذايا غادي تطفى ليا البوطه. المهم اقل نار ممكن تنقصوا عليها او تمهلوا عليها البوطاغاز ونخليوها. واكيد راني درت الحديده ديال الطاجين
ونراقبها 25 20 دقيقه 25 ونردوا عليها طليله. شوفوا فين وصلت في الطياب. دابا البنات دازت عندي 30 دقيقه بالضبط، فغادي نفتح ونشوف. وفي هاد 30 دقيقه هذه اللي كنت كنراقبها راه كنت كندور المقله باش حتى الا ما كانش النار عندنا موزعه مقاده حنا كنساعدوها باش تجي محمره مقاده. صافي نتوما كما كتشوفوا الوجه ديالها راه ناشف. غادي نجربها بكيغدون كيخرج ناشف، هذا دليل على ان الكيك ديالنا راه طايب من الداخل. صافي وغادي نقلبها هكذايا في التفصيل ونرجعها طيب على الجهه الثانيه. وكيرفد عليها داك البابي سيرفريزي كيرفد عليها طيب. صافي غادي نخليوها الجهه الثانيه ما كتاخذش وقت طويل بحال الجهه الاولى. 5 ديال الدقائق كتكون عندنا واجده. الكيكه ديالتنا راها واجده، كتشوفوا الجهه الثانيه كتحمر حتى هي على هذا الشكل. غادي نزول الورق ديال الفرن بكل سهوله. انا اليوم ان شاء الله اختاريت انني نزينها فقط بالمربى ديال المشماش وهي باقا سخونه باش تشرب لينا شويه ديال المربى. هذا التزيين هذا ديال المربى والكاوكاو ابسط واسهل تزيين ممكن نزينوا به الكيكه ديالنا الاقتصاديه. بعد ما دهنت كميه ديال المربى غادي ناخذ الكاوكاو مهرمش وغادي ندريه على الوجه. نحاول ما نكثرش هذا القياس. صافي وكتكون هذه هي الكيكه ديالتي. كما كتشوفوا السمك ديالها كي كتجي ما شاء الله طالعه مقارنه انها محضره غير بيضه وحده، فما شاء الله كتجي زوينه بزاف. الاضاءه عندي ناقصه لانه اليوم كاينه الضبابه والشتا، الحمد لله على هذا الغيث نتاع الرحمه. وغادي نقطع معكم اكيد باش تشوفوا كتجي الكيكه ديالنا. وبسم الله على بركه الله. الكيك ديالنا راه باقي سخون، من الاحسن ما نقطعوه حتى يبرد لانه صراحه كيجي بحال شي جينواط، كيجي هشيش بزاف بزاف. بسم الله على بركه الله. وكنعتقد راه الصوره كتعبر على كيفاش داير الكيك. كما كتشوفوا كله مسفج ورطب. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وانا متاكده ان شاء الله اذا جربتوه غيولي معتمد عندكم. وكيف ديما الى عجبكم الفيديو ما تنساوناش من التشجيع ديالكم باللايك وبالاشتراك في القناه باش دائما يوصلكم الجديد. ما تنساوش وما تبخلوش على احبابكم انكم تبارطاجيو معهم الفيديو محتوى القناه ككل في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعملوا فائده